واخيرا انتهت المباراة ما بين الاردن وما بين قطر في نهائي كاس اسيا بفوز قطر 3-1. منتخب النشامة حابب اتكلم عنه الاول، اقول له هارد لك هارد لك. منتخب النشامة قدمتوا بطولة رائعة، بطولة غير متوقعة بامانة، بطولة رجولية بقوة. كنتوا لعيبة رجالة، فرحتونا في مباريات كتير. هارد لك هارد لك. معلش اللي ما حصلش السنه دي يحصل النسخه اللي جايه ان شاء الله. عندكم منتخب قوي تقدروا تبنوا عليه، عندكم مدير فني قوي حسين عموته تقدروا ان انتوا تبنوا عليه الفتره اللي جايه وتعملوا فريق اقوى من كده، يكون عنده خبرات الوصول للنهائي واللعب في المباراه النهائيه. وان شاء الله النسخه الجايه من كاس اسيا تحققوها باذن الله رب العالمين، وتوصلوا لكاس العالم وتقدموا اداء مشرف كمان زياده عن الاداء المشرف اللي قدمتوه في البطوله دي. منتخب العنابي الف 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 مليون مبروك، مبروك الفوز بالبطوله للمره الثانيه على التوالي، علشان تكونوا خامس فريق يحقق النسخه مرتين على التوالي بعد كوريا الجنوبيه واليابان والسعوديه وايران. وكمان منتخب قطر أصبح تاني منتخب تحقيقا لبطولة كأس آسيا بعد السعودية، ويليه العراق والكويت بنسخة واحدة لكل منتخب. مبروك البطولة، مبروك البطولة، وإن شاء الله نشوف منتخب العنابي الفترة اللي جاية بيقدم مباريات كويسة فيها ندية وفيها قوة. نتمنى تقدموا لنا أداء مشرف زي ده انتوا وباقي كل الفرق العربية في النسخة اللي جاية من كأس آسيا، وكمان توصلوا لكأس العالم ونشوف ان شاء الله كل الفرق العربيه بتقدم اداء قوي. انتوا بامانه بعيدا عن اللي اخذ البطوله النهارده، انتوا شرفتونا، انتوا فرحتونا ومتعتونا بكره القدم. شكرا ليكم من كل قلبي، شكرا لمنتخب النشامه، شكرا للمنتخب العنابي، وهارد لك لمنتخب النشامه. ما تزعلوش ما تزعلوش اخواننا الاردنيين، انتوا عندكم فريق قوي، افرحوا بيه واستمتعوا بيه واعملوا فرقه تكون قويه تنافس السنين اللي جايه على البطولات، وخليكم فخورين بيه وادعموا لاعبتكم وادعموا مديركم الفني. الف 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 مبروك لمنتخب النشامه، لمنتخب النشامه، لان انتوا بجد كنتوا تستحقوا البطوله. واللي حصل حصل 3 ضربات جزاء، مش هنقعد نتكلم كتير عن الحكم وعن اللي حصل وعن ضربات الجزاء، مين اللي غلطان مين مش اللي غلطان. هي خبرات بتتنقل للعيبه، اللعب في البطوله النهائيه بيدي خبره للعيبه. اللاعبين دول لو كاس اسيا النسخه الجايه لو وصلوا للنهائي تاكدوا ان هم ياخدوا البطوله دي بخبرتهم في لعب النهائي في البطوله السابقه. انا متاكد ان لعيبه الاردن اللي تسببت في ضربات الجزاء النهارده لما تراجع شريط المباراه هيقولوا لا، احنا كان المفروض ناخد قرارات مختلفه في اللحظه دي عن القرارات اللي احنا اخدناها وقت المباراه. فاحنا بنستفيد، المهم نستفيد من اخطائنا، نستفيد من التجارب السابقه. البطوله الجايه كاس اسيا باذن الله رب العالمين الاردن هتحقق فيها طفره. مطلوب من كل الجماهير الكره الاردنيه يقفوا ورا منتخبهم ويدعموه بقوه ويستقبلوه استقبال مشرف يليق بالاداء المشرف اللي قدموه اثناء البطوله. اتمنى يا رب كل المنتخبات العربيه تشرفنا زي ما منتخب قطر ومنتخب النشامه شرفونا كده في البطوله ديت، ودايما نكون في المحافل القاريه في النهائيات ومحققين للبطولات. شكرا، سلام.